الناس في شم النسيم بتخرج تشم هوا، واحنا بنشم حضارة من فوق. النهاردة هحكي لكم رحلتي في بالون الأقصر. بدأت الرحلة الساعة 5:30 الفجر، وركبنا مركب عدينا بيها النيل. وما احكيلكوش بقى عن كرم الضيافة اللي في المركب. فطرنا واخدنا النسكافيه بتاعنا وابتدينا نجهز لرحلتنا. وحظي بقى اني كنت المصرية الوحيدة في الجروب، وعشان هما واخدين على تمارين الصباح قعدوا يعملوا حركات رياضية ويسخنوا في الوقت اللي أنا كنت فيه بقول أذكار الصباح، وبعمل فيهم حركتين كده من بتوع المصريين القدماء، ما أنا المصرية الوحيدة بقى. وهنا بقى دخلنا في الجد، بدأوا ينفخوا البالون، وأنا بقول في نفسي هو أنا إيه اللي جابني؟ ما أنا كان زماني نايمة باكل رز مع الملايكة. وهنا بقى وأنا بظهر الحماس قدام الأجانب اللي يخافوا، ما يعرفوش إن أنا كنت مرعوبة أكتر منهم. الناس فاكرة إن بالون الأقصر ده فسحة، بس الحقيقة إنه اختبار قلب مقنع في شكل مغامرة. حكاية البالون بدأت من التسعينات، لما شوية سياح قالوا إحنا زهقنا بقى من التمشية وسط الآثار، إحنا عايزين نطير فوقيها. ومن ساعتها البالون بقى موضة، بس موضة إيه؟ تخلي ركابها يراجعوا حياتهم قبل الإقلاع. وهنا بقى بدأنا نركب البالون. لسان حالي بيقول ودعوا يا لمبي. وشك على خيرة الله. اللي هو في ايه اللي هيحصل يا لمبي؟ إن لله وإنا إليه راجعون يا أبو صلاح. اللي كمان عايزة أقوله لك دلوقتي إن الأقصر فيها 30 شركة بالون، يعني تقدر تغير البالون أكتر ما بتغير الكافيه اللي بتقعد عليه. وهنا بقى وأنا بقول الشهادة قصدي بشاور على النار اللي خلت ظهري نص سوا. اللي لازم تعرفه كمان إن الأقصر دخلت موسوعة جينيس كواحدة من أفضل أماكن البالون في العالم. يعني أنت مش بس راكب بالون، ده أنت راكب مجد حضاري بيتصور من فوق. وهنا بقى بدأنا نصعد إلى فوق. المنظر من فوق فعلا يجنن، الأرض من تحت عاملة زي لوحة فنية، والنيل بيمشي كده في النص كأنه عارف إنه وسيم. بس الهوا بقى هو اللي بيتحكم في الرحلة، يعني لو اتعطس جنبك ممكن تلاقي نفسك كده في السودان. طب بذمتك الخروجة دي ولا خروجة شم النسيم اللي كلها رنجة وفسيخ؟ المنظر من فوق فعلا يستاهل. انت بتطير فوق وادي الملوك ومعبد حتشبسوت وكأنك راكب درون. وانت فوق نظرتك بتتغير لحاجات كتير، ومنها شروق الشمس اللي غير فعلا من فوق. وانا بتفرج على نفسي في الفيديو قعدت اقول هو انا يا ترى كنت بفكر في ايه وانا على بعد 1000 متر من الارض؟ اللهم ذكرني. كل اللي فعلا فاكراه اني كنت في سعادة مش طبيعية. اما بقى لحظة النزول من البالون دي لحظة تاريخية. انا نزلت كأني كنت في مهمة في الفضاء، ورجعت للأرض بعد 7 سنين ضوئية. لحظة الهبوط دي بيظهر فيها الأبطال الحقيقيين، شباب الأقصر اللي بيستقبلوك كأنهم بيستقبلوا سفينة فضاء. أول ما البالون يقرب تلاقيهم جريوا من كل مكان. المرة الجاية مش هنسى أشكر الشباب دول، وخصوصا اللي كان بيشد الحبل وهو بيقول يا رب ما نتسحبش معاها. أما هنا بقى هنلاقي شباب صغير كده ماسكين أنا مش عارفة ده إيه، نسر ولا صقر ولا عنقاء. المهم يعني إن أنت لو حابب تتصور معاه فهو بحوالي 3 دولار أو 3 يورو، لكن مش ب3 جنيه. وطبعا أنا عملت فيها 5 رجالة في بعض وحبيت أتصور معاه، بس بصراحة كانت لحظة لطيفة جدا. وطبعا زي ما انتوا شايفين أنا ما كنتش خايفة خالص. وهنا بقى أسعد لحظة في الموضوع النزول على الأرض. وهنا بقى بيدوك شهادة إن أنت قلبك حديد وطلعت البالون، وبناخد صورة جماعية مع كابتن الرحلة. وخلصت رحلتنا حوالي الساعة 8 إلا ربع.